كلام يجيب فلوس، لان بتسأل كتير جدا جدا ويتقال يا دكتور احمد احنا مشكلتنا في قصة الفلوس، مشكلتنا ان احنا مش عارفين نعمل حاجة لبكرة، قصتنا ان الناس اللي عمالة تجيب دهب دي بتجيب دهب ازاي، والناس اللي عمالة تستثمر بتستثمر ازاي، والناس اللي عمالة بنشوف ناس بتشتري عربيات وتشتري عقارات واحنا قاعدين ايدينا حاطين ايدينا على خدنا مش عارفين الدنيا رايحة بينا على فين. الكلام اللي انا بقوله دوت فيه شوية نصايح مهمة جدا جدا لحضرتك نركز فيهم مع بعض. اول حاجة حضرتك انك ما تقارنش دخلك بدخل غيرك، احتياجات حضرتك غير احتياجات غيرك، لان اللي انت حضرتك بتحتاجه كاولويات ممكن يكون رفاهيات عند غيرك والعكس، فانت ما تقارنش احتياجات حضرتك بغيرك. تاني حاجة انك تحطم الصنم اللي احنا لسه قايلينه وبنكرره في كل وقت وحين، ما تمشيهاش اتكاليه، ما يبقاش النظام عندك ان النهارده غديني النهارده وموتني بكره وتبص تلاقي حضرتك بتلطم. الحاجه الثالثه بقى ابعد كل البعد عن الفيزا المشتريات. فيزا المشتريات دي عامله مشاكل كبيره جدا 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 عند الناس. فيزا المشتريات حضرتك والفيزا طالما ان الفيزا عموما فيها فلوس، طالما ان انت باي باي كده، يعني انت هتصرف كتير جدا جدا. اتجنب قصه الفيزا دي ازاي؟ ما الفيزا دي ما موجود فيها فلوس. اتجنبها ازاي وابعد عنها ازاي؟ حضرتك لو انت بتاخد المرتب بتاعك عن طريق الفيزا يصرف الفلوس بتاعتك كلها كاش، وهقول لحضرتك تعمل ايه دلوقتي كمان شويه كده جايه الموضوع ده، هحط لحضرتك كل القواعد اللي تمشي عليها بالمسطره عشان ما تقعش في دايره الفلوس، دايره الميزانيه والاستدانه والدين. ثالث حاجه او رابع حاجه حضرتك تتبع النفقات بتاعت حضرتك، فلوسك بتصرفها في ايه اراقبها واكتبها وادونها عشان خاطر ربنا يا جماعه. في ناس بتسالني سؤال متكرر، الناس اللي بتشتري ذهب منين؟ والناس اللي بتشتري عربيات منين؟ بنقول لحضرتك اهو ازاي تمشي في الطريق ده. ابدأ تجيب ورقة وقلم ونكتب مع بعض اللي هقوله. ازاي يا دكتور احمد امشي في دايرة ان انا ما اقعش، وازاي ان انا اخطط للميزانية بتاعتي، وازاي ان انا الفلوس بتاعتي اقدر اجيب بيها حاجة واثنين وثلاثة. اول حاجة يا جماعة اسجل رقم واحد هي اوجه النفقات السابقة في الشهور اللي فاتت. عايز تمشي في طريق سليم اعرف تاريخ الطريق دوت تمشي عليه بمنتهى اليسر ومنتهى الامان. جيب النفقات الفلوس اللي انا صرفتها على مدار شهر 2 3 قبل كده على قد ما ربنا يذكرني، وابدا اكتب الشهر اللي فات او الشهر اللي قبله، ابدا اكتب في ورقه وقلم واكتب وادون انا صرفت ايه في ايه. لله الكلام اللي انا بقوله ده هيخليك تمشي على الطريق اللي يخليك توصل تجيب ذهب وعربيه وشقه وتشتري مستشفى وتشتري برج الخليفه حضرتك لو انت عايز. ده لو انت عايز. فانا بجمع بيانات بتاعت الشهور اللي فاتت، اعمل بحث ذاتي عن مصروفات السابقه اللي فاتت، بشوف مصروفاتي في الفواتير بتاعتي عامله ازاي، في شحن البنزين بتاعي عامل ازاي، في الاتصالات والكهرباء كان عامل ازاي، المعدل الاستهلاك بتاعي قد ايه، بصرف ايه في ايه، بصرف بشكل ثابت في ايه وبشكل متغير في ايه، وهوضح الحته دي بمنتهى الدقه وبمنتهى التفصيل قدام دلوقتي. 2 احسب اللي في جيبي، احسب دخلي، احسب فلوسي اللي موجوده في الفيزا كارد او اللي موجوده في جيبي او اللي محطوطه تحت البلاطه او اللي محطوطه تحت المرتبه او اللي محطوطه في البنك او اللي محطوطه في الحصاله بجمع كل الدخل بتاعي كله اللي موجود واكتبه كرقم في ورقه ويكون رقم واضح وصريح. تالت حاجه ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان انا اكتب كل المصروفات اللي انا محتاجها في الشهر اللي جاي، كل المصروفات بتاعتي اللي انا بصرفها بشكل ثابت وبشكل متغير. ازاي يا دكتور احمد؟ ابدا اول حاجه اكتبها الالتزامات بتاعتي، الالتزامات الشهريه زي الايجارات زي الاقساط زي الديون زي الحاجات اللي هتحبسني، الكلام ده وابدا اكتبه. تاني حاجة بكتب الماركت بتاعي، الماركت بشوف ايه المأكولات، ايه النواشف، ايه الزيت، السكر، الخضار، المنظفات، الفاكهة، العيش، الكلام ده بكتبه بشكل واضح. باخد معدل الاستهلاك بتاعي 10 ترغيفة في اليوم بقد كذا، يبقى في 30 يبقى الموضوع ده هيتكتب كده. طيب بعد كده بكتب
فواتير والمدفوعات بتاعتي، الفواتير والمدفوعات بتاعتي بشوف بستهلك نت بقد ايه وبصرف قد ايه وبدفع في قد ايه، ويتكتب بشكل واضح وصريح. ثالث حاجه بقى في الموضوع ان حضرتك تكتب جزء مستقطع كصدقه جاريه لحضرتك بيبقى موجود، يبقى جزء الصدقات لازم يبقى موجود، وبكتب الجزء بتاع الخروجات، انا عايز اسافر فين او عايز اروح عند مين او وهيكلفني قد ايه. تكتب الكلام ده ويبقى قدام منك بورقه وقلم، يبقى قدام منك الارقام واضحه. ليه؟ عشان هتلعب في الارقام دي يا معلم، عشان الارقام دي هي دي اللي هتوصلك للي انا عايز اقوله دلوقتي. ورابع حاجه، حدد من اللي انا كتبته قبل كده ده كله ايه هي المصروفات الثابته بتاعتي، وايه هي المصروفات المتغيره بتاعتي، وايه هي حضرتك المصروفات بتاعت الطوارئ بتاعتي. يا ريت حضراتكم تمنشنوا كل اصدقائكم، لان الكلام ده هو ده الكلام اللي يجيب فلوس. الناس اللي قاعده عماله تندب وبتقول ازاي الناس بتشتري دهب واحنا قاعدين اهو فرصه. اذا مصروفات بكتب المصروفات الثابته، المصروفات المتغيره، طب اجيبهم منين؟ وبكتب مصروفات الطوارئ، 3 مصروفات بجيبهم منين؟ من اللي انت كتبتهم فوق في الورقه اللي كانت قبل كده. دي مهمه جدا، مهمه جدا انك تحدد اوجه الانفاق بتاعتك، المصاريف اللي انت تصرفها في الشهر المحتمله، مش اللي ده المحتمله تكتبها. طب بالراحه علينا يا دكتور احمد، قلت لنا المصروفات الثابته والمصروفات المتغيره ومصروفات الاحتياطي دول نعملهم ازاي ونجيبهم منين؟ المصروفات الثابته يا فندم هي المصروفات اللي انا بدفعها بشكل ثابت، زي الايجارات والاقساط والديون والحاجات اللي هتدخلني السجن. خلاص؟ ده كده اول حاجه اسمها الالتزامات ثابته. فيكسد كاست ده ما يتحركش منه اي قلم على الاطلاق. اكتب بعد كده حضرتك التكاليف المتغيره، المصروفات المتغيره حضرتك ايه بقى الحاجات الرفاهيات بتاعتي اللي ملهاش لازمه اكتبها، تكتبها. اكتب حضرتك الماركت والفواتير والنت بتاعي والاستهلاك والالوهات والتليفونات كل الكلام الجميل ده اللي اقدر هبدا ان انا هشتغل عليه بعد كده. هوريك بقى اقول لك ازاي تعمل ايه بعد كده. يبقى بكتب الحاجات اللي انا خط احمر بالنسبه لي دي بسميها المصروفات الثابته، وبعد كده بكتب بعد كده حاجه اسمها المصروفات المتغيره يا معلم. الحاجات اللي انا بقولها دي الربع جنيه اللي يسقط منها يدخلك في دهب حضرتك، الربع جنيه اللي يسقط منها يدخلك في حصاله حضرتك. خلي بالك. بكتب بعد كده حضرتك مصروفات الطوارئ. مصروفات الطوارئ ده بعمله زي صندوق حضرتك يا فندم للزمن. الصندوق ده بحطه بكتب فيه المصاريف الطارئه عليا في حاله لو جاء مرض حضرتك طارئ، جاء زياره مفاجاه، ناس برشطوا عليك في حاجه معينه، زياره جات لك مفاجاه في البيت، حضرتك خرجت رحت عند ناس زياره تاخدها، الكلام ده اسمها مصاريف الطوارئ. تكتبها مع المصروفات اللي كانت قبل كده الثابته والمتغيره، ودول هتجيبهم حضرتك من الورقه اللي كانت قبل كده اللي كتبنا فيها المصروفات والالتزامات الشهريه والمنظفات والماركت والخضار والفاكهه والمواصلات والدروس الخصوصيه والخروجات والترفيه والجزء المستقطع كصدقه جاريه والمدفوعات بتاعتي. بكتب الكلام ده يا باشا وببدا حضرتك احطه بعد كده على الميزانيه بتاعتي يا باشا. اللي جاي بعد كده بقى هو ده التقيل بقى، انك تعمل بقى ادي جمعت المصروفات بتاعتي وفي ارقام قدام مني، وادي اللي في جيبي في الورقه اللي كانت قبل كده موجوده معايا، هيبقى قدام مني رقمين. ركزوا بقى معايا في الكلام اللي انا هقوله دوت. الرقم بتاع الدخل اللي في جيبي لو طلع اكبر من المصروفات يبقى ويل دان، الله ينور يا باشا. يبقى انت كده في فلوس هتبقى زياده معاك، هتبدا تسحبها تحطها حضرتك تدخرها تدخل بيها جمعيه، الجمعيه دي تدخل فيها مع 10 افراد يجيبوا لك حضرتك 2 3 جرام ذهب، يبقى انت حضرتك هتيجي للذهب. بشوف لو مصروفاتي الفلوس بتاعتي المصروفات بتاعتي خلاص اكتر من اللي في جيبي، يبقى كده هيحصل عجز عندي. طب اعمل ايه بقى في الحته دي عشان ما الطمش؟ يعني اعمل ايه عشان ما اقعش في الحته دي؟ ده انا كده المصروفات بتاعتي هتبقى اكتر عن الدخل بتاعي. اعمل ايه بقى في القصه بتاعت لما تكون المصروفات بتاعتي اكتر عن الايرادات؟ اروح فين؟ او المصروفات بتاعتي اكتر عن الدخل اللي في جيبي، اعمل ايه يا دكتور احمد؟ ارجع للورقه بتاعت المصاريف المتغيره والثابته يا فندم اللي انا قلتها من شويه دي، وابدا بقى العب بقى. لا
كانت في 3 خروجات اخليهم خروجه. معدل الاستهلاك بتاعي في النت حضرتك بدل ما بدفع 500 جنيه باقه، طب ما اخليها 250 جنيه باقه. بدل ما انا حضراتكم قاعد على القهوه 24 ساعه واشتري مشاريب وعمال اشرب مشاريب 24 ساعه على القهوه، طب ما اخليهم حضرتك ساعتين بدل ما هي ال 24 ساعه. بدل ما انا بجيب 3 علب سجاير في اليوم، ربنا يعافيك بطلها، مش هقول لك نقص وزود. يبقى اذا انت بتلعب في الجزء بتاع التكاليف المصروفات المتغيره لحد لما تظبط معاك. تظبط معاك امتى؟ تظبط معاك لما تتساوى الايرادات، تتساوى المصروفات بتاعت حضرتك مع الدخل بتاع حضرتك. خلاص كده شفت اللي جاي في جيبي، اللي موجود في جيبي مع اللي كتبته في الورقه، لو طلع حضرتك اللي في جيبي اعلى من اللي في ورقه، يبقى اضمن ان شاء الله ان انت هتشتري بقى الذهب بتاعك حضرتك وتشتري. طب اشتري ذهب ازاي؟ زي ما قلت، دخل حضرتك الجزء المتبقي ثبته كل شهر ودخله حضرتك في جمعيه شهريه. الجمعيه الشهريه دي الله اكبر تعمل تجيب بيها ذهب حضرتك. ايه المشكله؟ طب ما الناس اللي جدا بتعمل ايه؟ بتدخل جمعيات وتشتري وتسيب للزمن. انا ردا على الناس اللي الناس بتقول ازاي اشتري ذهب. نيجي بقى للجزء بقى المهم جدا، والجزء اللي هو اخرج منه في اللايف دوت. ايه النصايح الاخيره بقى حضرتك اللي تقول فيها ايه؟ يعني نعمل فيها ايه؟ ما تقارنش دخلك بدخل غيرك يا فندم، ما تقارنش احتياجاتك باحتياجات غيرك يا فندم. حتى صنم الاتكاليه ودين النهارده وموت بكره. اجتنب الشراء بالاجل، اجتنب الشراء بالاجل، اجتنب الشراء بالاجل على قدر المستطاع. تعد الميزانيه زي اللي انا قلتها دي، اتتبع الانفاقات بتاعتي، اشوف بنفق في ايه واحط في ايه واشيل في ايه واكتبه بمنتهى الدقه. الربع جنيه يتكتب، اكتب الالتزامات اللي عليا، اشوف تاريخ الصرف بتاعي عامل ازاي، اكتب كل دوت. ارجع لللايف، ارجع للفيديو، تمسك ورقه وقلم وتمشي عليه وتدعي لي بعد كده حضرتك. لو ما عرفتش تمسك دهب يبقى انت حضرتك عمرك ما هتقدر تمسك دهب. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في اللايف التاني على خير، وتابعوني على قناه فكر اقتصادي على اليوتيوب، واحط الرابط اسفل الفيديو او في التعليقات. ان شاء الله باذن الله هكون معاكم على مدار الايام اللي جايه، ربنا ان احيانا الله بكل خير، وعلى ان يبقى الخير بيننا وبينكم. واطلب من حضراتكم في الله شير هذا الفيديو لله حتى يكون صدقه جاريه عليا وعلى حضرتك وعلى كل من يشيره، كل من شافه، كل من نقل عنه، وكل من زود الخير. وربنا يكرمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.